تتوالى ردود الأفعال المستهجنة لتنامي موجة الإسلاموفوبيا التي تتصدر المشهد في أوروبا. عنصرية، ازدواجية في المعايير، وتصعيد للاعتداءات على قدسية المصحف الشريف، وللمرة الثانية من طرف متطرفين بالسويد والدنمارك، وسط تواطؤ السلطات بمنح تصاريح وتوفير الحماية للمتطرفين. الكرة الآن في مرمى السلطات السويدية التي تحت شعار حرية التعبير تعطي كل مرة فرصة لهؤلاء المتطرفين الذين بهذه السلوكات يثيرون الإحقاد، يثيرون العنصرية، يؤدي الأمر حتى إلى إثارة نزاعات يمكن أن تأخذ بعد دولي. هناك الآن كثير من الدول استدعت السفير السويدي في بلادها وسجلت بدول احتجاجات، وننتظر من المجامع العلمائية ومن المنتديات الفكرية وخاصة الغربية منها أن لا تكيل بمكيالين، وأن تندد بمثل هذه السلوكات، لأن المس بمقدسات الشعوب حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهة النظر هذا سيؤدي إلى إثارة هذه الأحقاد، وبالتالي إمكانية التأسيس لإثارة صراعات ذات بعد ديني عقدي. استفزازات الغرب المتكررة تستدعي تحرك الدول العربية والمسلمة وتكثيف وسائل الضغط لإدانتها، شجبها وتجريمها باتخاذ مواقف عوض الاكتفاء بالتنديدات. ما يحدث في السويد وفي أماكن مختلفة من العالم إنما هو كل لا يتجزأ يدخل ضمن عملية الإسلاموفوبيا التي أصبحت مميزة من مميزات هذه الثقافة الغربية. الفاصل في اعتقادنا الذي يمكن أن يكون هو العلاج الأمثل هو سلاح المقاطعة، سلاح المقاطعة لكل الثقافات أو الدول التي تسلك هذا السلوك العنصري التعصبي المشين. تصاعد خطاب الكراهية في السويد والدنمارك ما هو إلا قطرة من بحر العنصرية التي تعيشها الجالية المسلمة في ظل ازدواجية المعايير لدعاة حقوق الإنسان بالدول الغربية.